مدن كردستان العراق. نجمة داوود تنافس واجهات الصحف والمجلات الرئيسة في إقليم كردستان العراق، والعناوين الداعية لعودة اليهود إلى الإقليم تتصدر مجلة إسرائيل أكراد التي أصدرها مواطن كردي في أربيل. دعوات مالت بالأنظار صوبها، سيما وهي تروج بصراحة لقبول عودة اليهود إلى المنطقة كونهم أكرادا، وتنشر إحصائيات عن وجود أكثر من 150 ألف كردي يهودي. الشارع الكردي تراوحت ردود فعله بين عدم الاكتراث والترحيب. أنا صاحب مكتبة أجلب كافة أنواع المجلات والمنشورات من قبل الانتفاضة وبعدها. اعتيادي، لأن احنا بشر هم بشر. احنا يجوز مثلا يوم من الأيام مثلا نزور هناك كسياح، نروح هناك، هم يجون هنا بلدهم. بالون الاختبار من وجهة نظر بعض الإسلاميين وجده بعضهم مجرد اقتراح. أنا لا أعتبر هذا استفزازا للشعور المسلم، هذا اقتراح من وجهة نظر أشخاص يمثلون نظرة قومية معينة. تصريح نقابة الصحفيين للمجلة اعتبره نقيب الصحفيين الكردستانيين مطابقا للقانون، وإن بقي الشارع الرسمي مطابقا لرأي الحكومة الفيدرالية الرافض لإعادة العلاقات مع إسرائيل. قانون لا يسمح بوجود أي من الحواجز أمام إصدار الصحف والمجلات. وفي أشهر الأحياء اليهودية في أربيل ما تزال الأبنية تعكس بصمة البناء اليهودي، وبعض الأهالي يخشى من اعتباره في القريب القادم من الدخلاء على الحي. عندما سكنت المنطقة لم أجد يهوديا، وفي إحدى المرات جاء يهودي وبدأ يتذكر المنطقة ويقول هذا كان بيتي، وسمعت بأن اليهود عندما خرجوا من المنطقة قالوا إننا سنعود في يوم ما. مع أن الكرد من العراقيين ما يزالون يتفاخرون بأمجاد صلاح الدين الأيوبي كونه يتحدر من المنطقة، إلا أن الكثيرين لا يستبعدون عودة اليهود إلى العراق من الإقليم الكردي، فربما الأحفاد يختلفون مع الأجداد بالقناعة، أو هكذا هو الحال، كما السياسة تخضع لفن الممكنات. من حي تعجيل اليهود سابقا وربما لاحقا، أحمد الصالح، العربية، أربيل.